وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أقول والله المستعان، أستغرب من الذي ذهب ليحج ويرجع كيوم ولدته أمه من الذنوب، ويمسح خطاياه وذنوبه في هذا الحج العظيم، وقد لا يتكرر مرة أخرى بسبب الأعداد المهولة التي تنتظر الحج. فكيف يفعل هذا ويتحرش بامرأة وأين في بيت الله الحرام، السيئة فيه تعادل 100,000 سيئة. فالناس تذهب إلى الحج تمسح وتمحو ذنوبها، وهذا أين سيذهب ليمحو ذنبه هذا العظيم؟ فذلك هذا من أعظم الذنوب. هذا هو الذي فعل ذلك، هذا سيحاسب عند الله عز وجل وحجه باطل. فإذا كان الزواج وعقد الزواج والجماع في الحج محرم ويبطل الحج من مبطلات الحج، فكيف هذا الذي يتحرش بامرأة جاءت حاجة تريد أن تمحو ذنوبها ويغفر الله جل لها؟ فلذلك هذا أين يذهب ويمحو ذنوبه؟ فحجها صحيح ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى، ولا شيء عليها، وإنما ذلك الإثم